السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم الوصفه معجون البرتقال. نبداو على بركه الله. واش نحتاجو؟ هنا عندي كيلو تشينا، حبه قارص، وعندي 800 غرام سكر. كل واحد كاين اللي حاب يدير كيلو، انا لا نقص، دير 800 غرام. هنا واش نديرو؟ هذيك الكيلو تاع تشينا سكرفجت، يعني نحيت هذيك القشره لورانج اللي لبرا، سكرفجوها عادي بسكرفاج. ومن بعد واش ديروا؟ تقطعوها. ومن بعد كي تقطعوها هنايا تنحيو هذيك البيوضيه اللي لداخل، وهذوك لي كوتي يعني تخلوها نقيه كامل. شوفوا راح نوريكم. شوفوا هذه اللي في الوسط تنحيوها، وما مسي لي كوتي هذوك اللي الفوق والتحت تنحوهم. ومن بعد نقطعوهم شرائح. فوالا كيما راكم تشوفوا قطعناهم هنايا شرائح. واش نديرو؟ انا بعد ما كامل قطعناهم شرائح نغليوهم. نغليوهم مرتين. هنا هذه باش تنحينا المروريه تاع تشينا. واش نديرو؟ هنا راني واش درت؟ هنا حطيت الماء وخليته يغلي، ومن بعد ما دا الغلوه الاولى نصفيوه ونديرو ماء جديد، يعني دوزيام فوا، ونزيدو نغليوه ونصفيوه. يعني التشينا تغليوها مرتين باش تتنحى هذيك المروريه ويجيكم يعني المعجون مليح. من جهه انا واش درت؟ نديرو السيرو. راح ندير هنا 800 غرام سكر، راح نضيف عليها لتر من الماء، ونعصر عليها حبه قارص. درت 800 غرام سكر عليها لتر ماء، ونعصر عليها حبه قارص، ونخليوها تغلي. مده الغليان تاعها واحد 15 دقيقه. احنا كيف تعرفوها باللي يعني باش تحطوا هذيك التشينا تخليوها حتى تعقد شويه. انا قلت لكم من 15 الى 20 دقيقه تخليوه يغلي. كي تشوفوه تقال شويه هذاك لو سيرو تحطوا له هذه التشينا. هذيك التشينا بعد ما غليناها مرتين، هنا شوفوا السيرو هنا بدا شويه يتقال. واش نحطوا تشينا ونقصوا النار للاخر، يعني نقصوها هادئه. ومن بعد تخليوها لمده الطهي تاع المعجون من ساعه الى ساعه و10 دقائق. هنا بالنسبه في نص الطياب كاين كيما انا صراحه ما جاونيش هذوك الرغوات هذوك بزاف. كاين اللي تجيها في نص الطياب وين تجي هذيك الرغوه تنحيها بشويه. هنا في نص الطياب راني بديت حركتها، يعني صراحه ما جاتنيش بزاف الرغوه. كي تشوفوا هذيك الرغوه بزاف اشاك فوا نحيو هذيك الرغوه. هنا بعد ما طابلي المعجون قلت لكم خدا لي الوقت من ساعه الى ساعه و10 دقائق، وها هو القوام تاعو، وهذا اللون اللي يوصل ليه التشينا. وطفيو عليها. هذه هي. وراح تشوفوا المعجون هنا من جهه رحيت، كاين خليت جهه شرائح البرتقال، وكذلك جهه عملت كميه مرحيه. راح يجيكم بزاف بنين صراحه، من معجون مرحي. هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، معجون البرتقال، راح يجيكم بزاف بنين وناجحه. ان شاء الله تجربوها ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى. سلام.